سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة البيتزا تاع الطاجين. تجي خفيفة بزاف بزاف وبنينة، تجي كيما اللي تتباع برا. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. دونك ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. في الخطوة الأولى حضرت العجينة نتاعي. دونك جبت ان ريسيبيون، حطيت فيه كاس تاع الفرينة، كاس نص تاعو حليب والنص تاعو ماء يكون دافي. زدت لهم ملعقة كبيرة معمرة مليح نتاع الخميرة تاع الخبز، وزدت لهم ملعقة تاع السكر ما تكونش معمرة مليح. خلطتهم بالفوي، حطيتهم ابار يخمروا. اونتر طون رحت حضرت لاصوص طوماط نتاعي، حطيت هنايا الطماطم، الثوم، الفلفل الكحل، الملح، حطيتهم يطيبوا فوق الماء. بعد ما طابوا لي ميكسيتهم بهذه الطريقة، وزدت لهم شوية طماطم مصبرة وشوية زيت زيتونة وخليتها تبرد بجهة. ومن بعد رجعت للخليط نتاعي، لقيته خمر بهذه الطريقة. زدت له هنايا الزيت هنايا عندي ربع كاس نتاع الزيت. الكاس اللي عبرت به الفرينة هو نفسه اللي نعبر به الزيت. ومن بعد زدت نصف ملعقة نتاع الملح، وقعدت نشيح في هذا الخليط، نشف فيه بالفرينة حتى تحصلت على عجينة تكون بهذا القوام. ندخل المكونات كامل في بعض مليح، ومن بعد نخليها تخمر لي. كي تخمر العجينة راح نرجع ليكم. بعد ما تخمر لي العجينة نقسمها إلى 4 حصص كما تلاحظوا بهذا الشكل، ونخليهم يرتاحوا شوية. نحط الطاجين نتاعي يسخن، ومن بعد كي يسخن لي الطاجين نبدا نطيب. دونك نجيب الحبة نتاعي، نحلها مليح مليح، نحلها رقيقة باش ما تجينيش معجنة كما تلاحظوا. بعد ما حليتها بهذه الطريقة نروح نحطها فوق الطاجين. طيب لي يكون الطاجين تاعي سخن لي مليح مليح كما تلاحظوا في لا فيديو. كي طيب لي من الجهة هذه نقلبها كما تلاحظوا. هنا نروح نحط لها الطماطم، الزيتون، الفخوماج والفلفل الترشي. هنايا الديكور اختياري، تقدر تحطوا لها اي حاجة بالذوق نتاعكم كما تلاحظوا. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها. نلتقي ان شاء الله في وصفات اخرى مع لمسات ام احمد ديزاد.